السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالي من مدة وهي تشتكي من دعم الإرهاب ودعم الانفصال. وما هو علاقة الانفصال والإرهاب على حد سواء؟ هذه هي النقطة التي يجب على المغرب أن يشتغل عليها. هنا يجب أن نتعمق في مسألة الأمن القومي المغربي فيما حدث في مالي. الجزائر هي التي كانت وراء هذه الأحداث، ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ ذلك لأن مالي في 10 من شهر أبريل 2026 اعترفت بمغربية الصحراء، والجزائر هي المؤشر الأول وراء ذلك. إذن ما هي علاقة الانفصال بالإرهاب؟ وشكون اللي قام بهذه العملية؟ هذه العملية لها محركتان. أولا، المحرك الأول الحركة الانفصالية والجماعة ديال أزواد، والتي تريد الانفصال على مالي، والثانية جماعة ديال نصرة الإسلام في المنطقة. إذن هنا نتكلم عن جماعة انفصالية وإرهابية في المنطقة، وكانت مالي دائما تتحدى الجزائر في الأمم المتحدة وتصفها بالداعمة للإرهاب. أصلا قبل ما تقوم الجزائر بهذه المؤامرة، قامت بمحاولة تشتيت دول الساحل. ولماذا قامت بهذه العملية؟ ذلك لأن الجزائر كانت تصدر للغرب وخصوصا فرنسا أنها البوابة الأساسية للمرور إلى دول الساحل، إذ لا يمكننا أن نمر إلى دول الساحل دون أن نمر بالجزائر. حتى سنة 2024 فاش قامت المملكة المغربية ووضعت المقترح ديال العبور من دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وبهذا السبب والأطروحة ديال الجزائر بدأت تنهار. إذن الجزائر قامت بدعم هذه الجماعات الإرهابية، والتي سببت في مقتل وزير الدفاع المالي إثر هذه الهجومات. قبل ما تقوم الجزائر بهذه الهجومات، ذهبت إلى النيجر وأرادت إغراءها بالغاز والطاقة. في لحظة كانت النيجر تعيش أزمات حقيقية، ثم ذهبت تطلب الحياد من تشاد، وكذلك مع بوركينا فاسو ومع موريتانيا أعطتها تطمينات أنها ستساندها في حالة ما إذا قامت مواجهة عسكرية مع مالي. في نفس الوقت ستبقى موريتانيا هي المسيطرة في المنطقة، وهذا ما نسميه الصراع على النفوذ. إذا ما قامت به الجزائر كيف يمكن استثماره في هذه الفترة؟ لأن ماشي من السهل هذه الضربة تقوم بها الجزائر واسمها يكون باين بأنها هي الداعم الأول لما حدث. هي قامت بهذه الأشياء خلف الكواليس، ولكن هي تريد الترويج لخلق الهلع في نفوس الدول الأخرى لكي لا تقوم بما فعلته مالي، يعني الاعتراف بمغربية الصحراء، أو دول الساحل يدها مع يد المملكة المغربية. إذا نقول الاعتداء على مالي هو الاعتداء والتطاول على الأمن القومي المغربي. لكن هناك حل يجب استثماره. أولا، توجيه الدعم المالي، يعني توجيه الدعم لمالي. يعني إذا كان نفوذ المملكة المغربية غادي يبان، خصو يبان في هذه اللحظة هذه بالذات. المغرب لا يتخلى عن الدول الداعمة له، ولهذا وزارة الخارجية المغربية أجابت ببلاغ تؤكد دعمها لمالي بدون تردد. كذلك هناك اختبار يعيشه دول الساحل الثلاث، النيجر وبوركينا فاسو ومالي، لأن التحالف كان واضحا. أي دولة تقاس عسكريا يجب على التحالف أن يتفاعل كما تفاعل حينما استهدفت الجزائر طائرة مسيرة مالية. تفاعل التحالف وقطعوا علاقتهم الدبلوماسية مباشرة مع الجزائر. هذا الاختبار حقيقي. هل
هل سيكون هناك تحالف عسكري يواجه الاعتداء على الدول الموقعة على هذا التحالف، أم هو مجرد كلام؟ إذن يجب على دول الساحل أن تبين أنها مستعدة لمواجهة أي شيء. ثانيا، يجب على المملكة المغربية أن تدعم مالي في هذه اللحظة، لأن ما تريده الجزائر الآن هو وضع المغرب أمام اختبار حقيقي، والجزائر كذلك تريد أن تبين المملكة المغربية في موقف غير لائق أمام دول الساحل، لأن نفوذ المملكة المغربية بدأ يزعج نظام العسكر، خصوصا بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء. بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، عرفت الجزائر حينها أن نفوذها تلاشى في منطقة الساحل، فالجزائر إذن بدأت تعبث بأمن دول الساحل، وهذه نقطة مهمة وجب استثمارها، خصوصا وأن المملكة المغربية أعلنت بأعلى صوت وربطت بين الانفصال والإرهاب. والآن ليست العين فقط على الجزائر بل على ميليشيات البوليزاريو كذلك. فمنذ التقارب المالي المغربي وهذا التحول الدبلوماسي نتج عنه الغضب الجزائري، مما يؤكد وجود قوى إقليمية، يعني هناك جيش إقليمي في المنطقة ووجود غرفة عمليات في المنطقة للضغط على المجلس العسكري الحاكم. فهذه الهجومات قامت بأسلحة وتكتيكات من مجموعات إرهابية منظمة، ولا يمكن أن تصدر من مجموعات معزولة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.